التسدي أو الجاينيكوماستيا مشكلة بتواجه كمية كبيرة من الرجال، سواء أعمارهم كبيرة أو سواء الشباب في سن المراهقة. بس اطمن، المشكلة دي دلوقتي بقى ليها حل. أنا دكتور أحمد الأدور، استشاري جراحات التجميل. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن مفهوم التسدي. التسدي بالنسبة لنا هو كبر حجم الغدد اللبنية عند الرجال، بمعنى إن أنا كراجل الثدي بتاعي زي الثدي بتاع الأنثى. طيب هل ده في كل الأنواع؟ لا، في عندنا حالات أنواع بيبقى التسدي الغدة اللبنية حجمها الطبيعي مش كبير، بس عندي دهون زيادة، ده اللي احنا بنسميه تسدي كاذب. التسدي الحقيقي ان انا بيبقى عندي تضخم في الغدد اللبنيه فعليا. اسبابها كتير، من ضمن الاسباب الرجاله اللي بتلعب جيم كتير وبياخدوا انابوليك سترويدز وحاجات علشان خاطر تزود لهم حجم العضله. الحاجات دي للاسف بتكبر حجم الغدد اللبنيه، وبيبقى صعب بعد كده ان انت تنزل بالدايت او بالجيم، وبيحتاج ان انت تعمل عمليه جراحيه. الدرجات بتاعته 4 درجات. اول درجتين بالنسبه لنا بيبقى فيه تضخم في الغدد اللبنيه، وبيبقى فيه معانا دهون متراكمه زياده. بندخل بجرح بسيط مخفي تحت الهاله البنيه، جرح نص دايره بالظبط، وبنعمل استئصال كامل للغدد اللبنيه وشفط لدهون الصدر. الدرجات الثالثه والرابعه بيبقى فيها غدد لبنيه ودهون زياده، بس بيبقى معانا ترهل بسيط في الجلد. الدرجه الثالثه بيبقى ترهل الجلد بسيط، ممكن ان احنا نحتاج نشد الجلد بالفيزر. الدرجه الرابعه للاسف بيبقى فيه ترهل عنيف، ودي غالبا بعد عمليات فقدان الوزن الشديد. بنحتاج ان احنا مع الشفط ومع استئصال الغده بنحتاج ان احنا ندخل نشيل الجلد المترهل ده. طبعا نشيله ليه كذا تكنيك وليه كذا جرح، اشهرهم الجرح اللي احنا بنعمله دائري حوالين الهاله البنيه، وده جرح مش بيبقى باين لان هو اوريدي بيبقى مخفي باللون الغامق بتاع الهاله البنيه. بعد العمليه بنلبس كورسيه او مشد طبي لمده 6 اسابيع. مسموح لحضرتك ان انت تنزل جيم بعد شهر ونص. الكورسيه بنفضل لابسينه، بنحافظ عليه لان هو اللي بيساعد ان الجلد يلزق في طبقه العضلات. مفهوم التسدي الحالي اختلف شويه عن المفهوم القديم، ان انا مش مجرد ان انا بدخل بعمل شفط دهون واستئصال للغده اللبنيه، لا، انا بيتحول في الاخر ان انا بيبقى عندي الصدر فلات عند الرجاله، فلات تشيست. ده بيعمل له مشاكل بعد كده لما يلعب رياضه او يروح الجيم. المفهوم الحالي ان انا بحاول ان انا بعمل كونتورنج لعضله الصدر، بحاول ان انا بنحت عضله الصدر اللي هي البيك ميجور، بحيث ان هي تبرز وتبقى موجوده بشكل جمالي ذكوري، يساعد بعد كده ان انا اتخلصت من الغده اللبنيه، عملت شفط للدهون، عملت نحت للعضله، اقدر اروح جيم بعد كده واستعيد ثقتي بنفسي تاني.